كان في واحد ومراته ساكنين في حي من أحياء القاهرة. هم كانوا متوسطين الحال، يعني كانش عندهم أولاد، وكانوا يعطوا للفقراء كثيرا جدا جدا يعني. فحدث انه ولد صغير كان يتيما وفي نفس المنطقة يعني ويعرفهم. ففي يوم كان جعان الولد ده، فراح خبط عليهم. كان أهله مسافرين، المهم يعني راح خبط عليهم. ففتحت له هذه السيدة وكان جوزها مش موجود. فالولد من أدبه قال لها عمي موجود؟ قالت له لا يا حبيبي اتفضل. فوقف مرضيش يدخل. فهي الست كانت عندها عمق إحساس وكانت ذكية قوي، يعني في السيدات أذكياء جدا. فبصت في عينيه كده، حست انه جعان. قالت له طب استنى يا حبيبي. دخلت غلت له كوبايه لبن وجابت كوبايه ميه. قالت له اتفضل. فخد كوبايه اللبن شربها في بق واحد وشرب كوبايه الميه. قال لها متشكرين خالص ومشي. لفت الايام، جوزها تنيح، وهي عاشت بعد ما جوزها تنيح حوالي 15 سنة. فجالها وجع في بطنها شديد جدا في يوم، فجارتها خدتها بسرعة ونزلت لأقرب مستشفى. فكان عندها انسداد معوي intestinal obstruction، وكان لابد انها تخش عمليات. فالطبيب بتاع الاستقبال قال للست لازم تخش العملية. فقالت له طالما ده اللي ينقذ حياتها ماشي. دخلت وعملت العملية، أو اتعملت لها العملية، وقعدت يوم والتاني والتالت والرابع، وفي دكتور بيجي لها كل يوم اللي هو عمل العملية. فالست اللي جارتها كل يوم تقول للدكتور عايزين نروح، المصاريف. يقول لها ما تخافيش كل حاجة مترتبة. تاني يوم تقول له عايزين نروح، المصاريف. يقول لها كل حاجة مترتبة. عايزين نروح، المصاريف، كل حاجة مترتبة. ففي يوم الدكتور قال لها ايه، بكرة ان شاء الله تروحوا. طيب بعد 6 أيام، والست بقت كويسة خالص. فالدكتور اللي كل شوية يقول لها كل حاجة مترتبة ما جاش. فقالت لهم انا مفروض اروح دلوقتي، فين الدكتور؟ قالت لهم ما جاش. طلعت الحسابات، عايزين الدكتور قال لي ان اروح. فقالوا لها هو كاتب لك خروج. قالت لها طب والمصاريف يعني التكلفه كام؟ قالت هو سايب الجواب ده. فتحت الجواب، فأتاري الولد ده اللي شربته كوباية لبن بعد 20 سنة، هو كان عنده 15-16 سنة، بعد 20 سنة كان عنده 36 وكان دكتور جراح، وهو اللي عمل لها العملية. فكتب في الجواب منذ 20 سنة كنت جائعا، فقرعت بابك وانت جبتي لي كوبايه لبن دافئه وكوب من الماء، فتكاليف العمليه بتاعتك اتدفعت سابقا بكوب اللبن. وراح راسم كوبايه اللبن يعني، والف سلامه لحضرتك، وما جاش. يعني هو عمل العملية وقعد يتابع فيها في 5 أيام، وفي اليوم السادس اللي هي ماشية مرضيش يروح، وساب هذا الخطاب وقال لها كل مصاريف المستشفى اتدفعت.